عندنا الآن اللي يسميوه دار العجزة، يعني والله غير ثقيلة باش نقولها، ثقيلة باش نقولها، ثقيلة بزاف، جبل. يسميوها دور الرحمة. جاب لي ربي لو كان الرحمة ما يكونوش هذا الدار، ولا لا، لو كان الرحمة ما نحتاجوش باش يكون عندنا دور الرحمة. هكا الشيخ، واش نديروا بدور الرحمة؟ لأنه المعروف في شريعتنا والمعروف في أصالتنا أنه الإنسان كل ما يكبر كل ما يكون عنده القدر داخل المجتمع. كي العجوز كي العجوزة، هذا موجود في الشريعة نتاعنا وموجود في الأصالة نتاعنا. عندنا أصالة، عندنا مبادئ، عندنا قيم، أو كيفاش نسمحوا الدار الكبيرة وين يكونوا الكبار الإنسان يستأنس بهم، يساعدوا الصغار، يربيوهم، يرعوهم، يرفقوهم، ينصحوهم، يرشدوهم. ولكن استغفر الله يا ربي، درك الآن عندنا واحد الأمور محزنة نعيشها. يولي واحد كاين حالات وين كي يكبر مسكين يولي محقور، يحكم بلاصة، ياكل وحده، يشرب وحده، بالك الدواء نتاعو ينساه، ما يشربوش في الوقت اللي راه يعالج، وربما باش يصقي يقول لهم جيبوا لي كاس ماء، يعيط ويعيط ويعيط. وربما كاين الناس اللي يتمناو يموتوا، يقول الموت خير من الحياة هذه. يقولوا بلي ولينا ثقال، ولينا عبء على الأسرة. ماشي حاجة واعرة هذه بزاف. نهار اللي يكون هذاك مريح لهيه وبعدين يقول بلي الأسرة هذه اللي رباها واللي تعب عليها واللي بنى لها، شحال منا كيما رانا هنا ما بنينا ما والو، الكبار هما اللي بناو، دارونا ديار، زوجونا، خدموا علينا. نهار اللي كبروا مساكن يولي مريح في الركنه ويستنى شكون يقول له صباح الخير، شكون يقول له السلام عليكم، شكون يقول له راني هنا. وكي طلب قال ديوني للطبيب ولا ديوني، ممكن تلقى مولادو ولا من حفادو كل واحد يقول خاطيني، شوف انت، وانا عندي شغل، انا عندي كذا، انا عندي كذا. الشيء اللي راني نقوله موجود، تعرفوه كامل، ولكن اذكره من اجل النظر في مواطن الخلل في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، لعلنا نراجع أنفسنا ونحاسبها، والله قادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال.